اتهامات صادمة للنجم أحمد السقا. في قضية شغالة دلوقتي وبتحقق فيها الشرطة بعد ما مها الصغير طليقة أحمد السقا عملت محضر ضده بتهمة التعدي عليها. القصة بدأت لما مها كانت رايحة تدخل كومبوند في 6 أكتوبر، وفجأة عربية السقا وقفت قدامهم ومنعتهم من الدخول. سواق مها حاول يبعد بالعربية، بس السقا طاردهم جوه الكومبوند ووقفهم وشتمهم، بل كمان كان في ضرب. مها وسواقة راحوا قسم أول أكتوبر وحرروا محضر رسمي ضد السقا، قالوا فيه إنه هددهم وكمان حصل تعدي جسدي من غير إصابات. السقا أعلن طلاقه من مها يوم 21 من مايو بعد جواز دام 26 سنة، وقال إن الطلاق حصل من 6 شهور وأتوثق من 2 شهور. مها كمان كتبت بوست مؤثر على فيسبوك وقالت فيه إنها سكتت كتير احتراما لنفسها ولأولادها، لكن خلاص لازم تحمي كرامتها. الناس على السوشيال ميديا انقسموا بين مصدومين ومطالبين بالخصوصية، وكلهم بيسألوا إزاي الأمور وصلت لكده؟ التحقيقات شغالة ولسه محدش عارف النهاية هتكون إيه. تابعونا علشان نعرف مع بعض إيه اللي هيحصل.